طيب مساء إذا الخير ما على تنزل الجميع. بالطرق اشرح لنا انت الدعم السريع عملوا لك شنو في الخرسانه؟ أنا ما قاعد أتحاور مع عبيد ودي عبد. مساء الخير على الجميع. كلمة يا عب في المجتمع الخرساني. طبعا الزول ده عيسى والدبق قلت لكم انا بعرفه وبعرف اسرته تمام 100%. هو من مدينة بتقع في غرب كردفان، اسمها الخرسانة. انتوا عارفين كلمة يا عب دي طبعا هناك كلنا عبيد لما كنا معاهم هناك. وانا قبل اليوم امام مسجد الخرسانة الكبير، امام مسجد الخرسانة، خطيب مسجد الخرسانة الكبير، المسجد الشرقي لمدينة الخرسانة، اكبر مسجد في مدينة الخرسانة. انا كنت قبل اليوم خطيب المسجد ده. انتوا عارفين في حاجة حصلت هناك كويس. انا ممكن حسي يعني خير شاهد على الحادثة اللي بيتكلم عنها حبيبي قبل ما ده قاطعوه قال له يا عب وما ادراك ما عب. انا بحكيها وبتفاصيلها وكيف بدت وكيف انتهت، لكن هنا داير اوريكم انه لفظ عبد هناك حاجة عادية عندهم. بيطلقوا علي واحد اخونا مسلم من دولة جنوب السودان، طبعا الكلام ده بعد الانفصال، من جنوب السودان. الزول ده حافظ لكتاب الله، مجود، بيصلي بالجماعة. جا واحد من أمامك الشياب الكبار ديل المخرفين ولا هم ممكن نسميهم شنو، هو أصلا يعني هو ما حصل درجة الخرف ولا عنده زهايمر ولا أي شيء، لكن يعني زول سيء جدا جدا. الزول ده لما جاء قام أخونا واحد قال استووا إلى الصلاة. طبعا في مشايخ كبار وفي حضور كبير جدا جدا، لكن ده طبعا الإمام قام طوالي. أخونا الجنوبي طبعا هو بيحس إنه الإمام داير يتقدم للصلاة، قال له هاي الأب أرجع ورا. والله قال للجنوبي الأب أرجع ورا، وده حافظ طبعا. انت عارف هو ده ما فاهم ولا شيء، حتى الفاتحة ما حافظها. قام يتقدم، الجماعة قاموا للصلاة على أساس إنه الزول ده يقوم يصلي. انتوا عارفين العمل شنو؟ والله ما تتوقعوه. بعد ما كبر وخلاص قام أشر له ورا قال له الأب أقرأ. مسك الجماعة في المقدمة وهنا الأب يقرأ ورا. الأب مأموم وهو الإمام واقف في الصورة والأب ورا يقرأ، عشان تشوفوا المحازل بتاعت الناس دي اللي دايرين يحكمون، دي اللي دايرين يأسسوا لدولة. دي الناس اللي دايرين يأسسوا لدولة بيدعوا الديمقراطية. دي قوميتكم وديمقراطية.